عدة ضيوف حضروا مباراة شباب الوزداد واتحاد البليدة، من بينهم سحل رشيد اللاعب السابق لشباب الوزداد، ومراد الحلوى الرئيس السابق لفريق نصر حسين داي والمترشح لرئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم. المباراة جلبت إليها جمهورا عريضا من أنصار الفريقين. المباراة عدت واحدة من أحسن لقاءات هذه الجولة، وحضرت فيها الإثارة والفرص الضائعة من الجانبين. البداية كانت من جانب الفريق المحلي شباب بالوزداد، ثم محاولة أخرى دائما عن طريق لاعبي شباب الوزداد، وهذه المحاولة كادت تغالط الحارس طوال الذي تألق في هذه الكرة. دائما شباب الوزداد في حالة الهجوم، تسديدة أخرى جانبية على يمين حسن طوال، هجمة معاكسة مرتدة لم يتمكن من استغلالها فريق اتحاد البليدة بواسطة اللاعب بلوفة، ثم تسديدة من الجهة المقابلة. المباراة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات، وهذه واحدة من الكرات الخطيرة الضائعة عن طريق زميت، كرة افتقدت للتركيز اللازم. حسن طوال يتألق في كرة أخرى لفريق شباب الوزداد على مرأى من أنصار اتحاد البليدة الذين تنقلوا إلى ملعب 20 أود، ثم جاء الدور على أسرير الذي ينقذ الموقف من كرة خطيرة من أمام اللاعب بلوفة. خلال المرحلة الثانية الأمور تواصلت بنفس الطريقة تقريبا، وهذه تسديدة قوية لكن الحارس طوال في المكان المناسب. جمهور الشباب واصل مساندته لفريقه وللاعبيه، لكن منعرج المباراة كان في الدقيقة 31 من المرحلة الثانية بعد طرد حمزة آيت وعمر. الحاج ساعد يتمكن من مخادعة الجميع ومن افتتاح باب التسجيل لصالح فريق اتحاد البليدة في الدقيقة 35 بهذه الطريقة وهذه الكيفية. هدف فاجأ أنصار الشباب، وكان من الممكن أن يضيف مهداوي من جانب اتحاد البليدة هدفا ثانيا لولا فطنة ويقظة الحارس أسرير. محاولة أخرى من الشباب وطوال ينقذ الموقف، مسجل الهدف الوحيد في المباراة، وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس أسرير الذي تألق مرة أخرى وأنقذ فريقه من هدف ثاني محقق. الحق